السودان أنا زرتها أول مرة من ربما من 2 تقريبا، وكانت بالنسبة لي زيارة مفاجئة جدا. أولا المدينة، وثانيا البشر. لكن الأمر المذهل الحقيقي اللي هو شباب السودان. شباب السودان في البرامج اللي كانت تعقد باستمرار كان هناك حضور كثيف، وأحيانا يعني على رغم الإجهاد اللي يسبب الانتقال، وأحيانا لا توجد مقاعد في قاعات الكذا فالناس تقف على أرجلها، لكن هناك إصرار على الحضور وعلى التعلم وعلى الكذا إلى آخره. أبدع من ذلك الجرأة على السؤال والنقاش عند الشباب السوداني. فأنا في كل الأحوال لما آتي إلى السودان أود أني أنا أجلس مدة أطول، لأن الوقت الذي آتيه يبدو قصيرا بالنسبة للمتعة اللي أنا أجدها في حضوري للسودان. فهم يرون أن هذا الكلام كثير جدا، فأقول لهم إذا زرتموها ستعرفون ما الذي أتكلم عنه. ولذلك أنا أطالب أن يعني أحصل على باسبورت خاص اسمه سفير مفوض للحديث عن السودان في الخارج. عن هذا البلد الذي شع منه قراء للقرآن وأطباء انتشروا في العالم، مفكرون مقتدرون، المثقفون كثر في هذا البلد. زرته مرارا ولا يزال قلبي متعلقا به، يفرح بكل زيارة إليه. لا إله إلا الله. أقرأ البارحة في تاريخ العبودي يقول أن نجد والحجاز كانت تتلقى الزكوات والصدقات في رمضان من السودان والصومال. رجل موظف سوداني كبير، شيخ كبير، لكن سبحان الله سماؤه سماء الصالحين. هذا الرجل الصالح السوداني يعمل موظفا في الإمارات، ذهب إلى البنك لكي يأخذ أول كل شهر يأخذ 500 درهم مسكين. لا يأتي الشهر حتى تكون انتهت، يتبلغ بها هو وعجوزته، عجوزه يعني عفوا، هو وعجوزه. فإذا به يفاجأ، قال له أنت عندك 5,500,000. قال 5 مليون؟ لا، قال 500 فقط. قالوا 5 مليون موجود هنا. أتى مدير البنك، قالوا نعم هذا موجود، هذا حقك مالك. قال ليس حقي وليس مالي، لا أريده. أجننتم؟ يا أخي أنت اللي جننت، هذا مالك. قال ليس مالي، أنا رجل موظف بسيط عندي 500، لا يمكن أن أدخل ذمتي. المهم اختلف معهم، ذهب إلى الشرطة، قال قضيتي كذا 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 كذا، يبدو أن هناك خطأ معين في الحاسوب، أنا لا أستحق في حسابي إلا 500، من أين أتت 5 مليون؟ صار في تحقيق فعلا خطأ حاسوبي. وبعدين قابلوا بعض الوزراء ما شاء الله كثر من أمثالهم، وفي التلفزيون وبكل بساطة يتكلم. قال عادي، كيف شعورك؟ قال شعور عادي، مال ليس لي لن يدخل بيتي. قال أنا في كبر سني في شيبة هذه أدخل حرام إلى بيتي؟ يا سلام، هذا الإيمان. ولذلك هذه الأمة عظيمة، تبقى عظيمة. اللهم اجعلنا من عظمائها، هؤلاء عظماء وانتبهوا. أستحب السودان كثير، والله أحبها. وجدت الإقبال إذا ذكر الصدق، الأمانة، الإخلاص، العزة، الجهاد. السودان هي البلد الوحيدة اللي تجمع العالم على حبها. إيش الفضل اللي في السودان؟ الإقبال للخير، سبحان الله. الإقبال يا أستاذي الغالي بشكل ما تتصور. ما شفت بنات في الأدب وفي العفة وفي الاحترام مثل بنات السودان، يعني شكل ما تتصور، وأدب في السودان وما وجدت مثلهم صراحة. زيارتي الأخيرة زرت الجامعات، القيادة العسكرية، الشرطة العسكرية، قناة النيل الأزرق، حتى قنوات مثل قناة أنغام معروفة بالغناء، كلها 24 ساعة غناء، ومع ذلك تجد الإقبال فيهم وفتح المجال للدعوة. بلد في أي مكان ادعو، الأبواب مشرعة مفتوح. The message is you have wonderful places, and wonderful places in the Sudan, Amakin, and these places are the places where you enrich your ancient culture, where you've been living for 2,000 years and more. And these are the places that I want you please to remember for the sake of the whole world, everyone in the world. Please protect them. Please protect these places. Protect your own culture, their own history. And والله وبالله وتالله أن الشعب السوداني الأصيل أنه من أفضل الشعوب بالنسبة لي أنا. ومن تسأل أي سعودي
حتى الكويتيين نفسهم أفضل شعب تعامل وطيبة وأمانة ورجولة سعة بال، أقسم بالله. ما عمري قابلت سوداني غلط على حد، ما عمري قابلت سوداني جاهل في التاريخ وفي العلم، ما عمري قابلت سوداني يسرق الناس، ما عمري قابلت سوداني خسيس ونذل وحقير ومصلحجي، ما عمري قابلت سوداني يقلب. ما يجمع الشيء المشترك للأخوة السودانيين عندهم إنكار الذات. إنكار الذات. لو إنه بروفيسور ما عارف علم الذرة تحصله قاعد إيه ورئيسهم بيفطر معاهم في رمضان في الشارع. يعني عالم ميزهم الله سبحانه وتعالى بصفة التواضع. نسأل الله أن إيه تجينا منهم عدوى. قلت في السودان وأهل السودان الذين أصدق من شاركنا في عاصفة الحزن: سواد عينيك يا سودان يغريني، سواد عينيك يا سودان يغريني، حتى سويداء قلبي بات يدعوني، يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت بمنظر حسن مذ غبت عن عيني. عبد الله الدوسري سوداني حتى النخاع، لمن لا يعرف أنه سعودي مولدا وجنسيا. فالدوسري الذي يبلغ من العمر 30 عاما ويقطن منطقة الجموم شمال مكة المكرمة، عشق السودان ثقافة وشعبا، وتقمص الشخصية السودانية بعد أن عاشرهم على مدى 20 عاما من مختلف الطبقات الاجتماعية. الشاعر الجميل إدريس جماع نموذج رائع عن الشعب السوداني الشقيق اللي ما قصر معانا من أساتذة ومن دكاترة علمونا قبل ودرسونا بالمدارس وبالجامعات. الشعب السوداني له فضل كبير علينا في الخليج، وكل من يسيء بحقهم لا يعنينا بتاتا بل يعني نفسه. حنا نحبهم ونقدرهم وهم اخواننا. السودان دي قلبي انا، ده اختراعي انا، بخترع انا داير السودان بنفسي، ما بيهمني الناس تانيين لو بيحبوا ولا ما بيحبوه، ده رأيهم هم. بس اخواننا السودانية ما تهاجروا من بلدكم، اقعدوا في حالكم، ده ما في وطن احسن منه. يا ريت انا كنت سوداني اصيل ما كنت حركت صمتي. السوداني أحمد بن عوف مقيم في الرياض وجد في منزله الجديد $500,000 حيث اكتشف أن هذا المبلغ يعود لمقيم سوري كان يسكن قبل في المنزل. وقد توفي المقيم السوري وغادرت عائلته السعودية ولم تعلم عن المبلغ. في منطقة حائل أنقذ مقيم من الجنسية السودانية طفلا احتجز وسط مياه السيول في أحد الأودية في قرية بدع بن خلف جنوب المنطقة، وذلك بعد محاولات عدة من أهالي المنطقة لإنقاذه. وشهد الوادي جريانا للسيول المنقولة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة أمس الثلاثاء. ما شاء الله تبارك الله، محفظ الله وجهك، وفقك الله يا ابوي. انا روحت من هنا وكان ماشي بالطريق لقيت العربات واقفه، قلت في شنو؟ قالوا عين في بلاد رايحين الوادي. عليه وانا من براي كده ضميري علمني قال لي لازم انقذ الطفل، حتى لو مت انا انقذ الطفل. ربنا وفقني ونزلت الحمد لله ونقذ الطفل. وكأنه قطع للطريق وما هو بذلك، ولكنه الكرم حين يبحث عن مواطن الله. ليس من ضيق يخرجهم من بيوتهم إلى قارعة هذه الطرقات، إلا حب في المشاركة ورغبة في تكاتف ينعكس على كل من يمر عليهم. يفرشون بساطهم ويأتي كل واحد منهم بما جاد به بيته من طعام ليقدمه لكل قادم قاده الطريق إليهم.